مين قال إن إحنا لازم ناكل فاهيتا بالفراخ؟ النهارده عملت فاهيتا كدابة من غير فراخ، تشموها، تبصوا لها، تدوقوها، تحسوا إنها فيها فراخ، بس هي كدابة من غير فراخ. معاكم أبانوب، وافتكروا إني مش كداب، وشجعوني ويلا بقى نجيب إيه البتنجان بتاعنا. طبعا انتوا عارفين إن أنا بحب أوي البتنجان يا جماعة، ويعني بستخدمه إيه استخدام الفراخ واللحمة وكل حاجة. فأنا هجيب بتنجانة رومي حلوة كده، شايفين البذر بتاعها قليل خالص، وهبدأ كده أقطعها صوابع تحسوا كده شبه ايه الصوابع بتاعه البطاطس، تمام؟ او الحتت بقى بتاعت الفراخ كأنها شاورمة فراخ. بعد كده هاخدها بقى في بولة، وهبدأ كده اقطع شوية حاجات واضيفها على البتنجان. اول حاجة كده اقطعها عندي فلفل اخضر، تمام؟ دي نص فلفلة كده، لا ده فلفل اصفر، نص فلفلة كده. حسيت ان الفلفل كبير شوية فقسمته ايه، قسمته على اتنين. وكمان دي فلفله خضرا كده، هبدا برضو ايه اقطعها جوليان زي ما انتم شايفين. وكل الكلام ده يا جماعه بقى ايه المفاجاه بقى بتاعت النهارده، ان انا هعملها بطريقه صحيه جدا من غير قلي ومن غير اي حاجه. هبدا كده برضو اخد بقى الفلفل وابدا احطه ايه على البتنجان. وبعد كده عندي بصلايه صغننه كده، هبدا برضو اقطعها جوليان. عايزين بقى تضيفوا شويه توم، عايزين تضيفوا بقى شويه بهارات، مفيش مشكله. بس كمان النهارده الوصفه من غير بهارات كتير، يعني 3 مكونات وخلاص. هاخد بقى البصل بتاعنا وابدا بقى ايه اعمل تتبيله حلوه. عندي كده عصرت ليمونه حلوه كده علشان تدي مزازه للفاهيتا بتاعتنا. وكمان عندي شويه باربيكيو صوص عشان يدي طعم الشوي. وعندي برضو شويه مستردة حلوين. وهبدا بقى مع المستردة هبدا انزل بشويه من دبس الرمان، وكمان شويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود، ورشه كاري هتديني طعم الفراخ. وطبعا اخر حاجه زيت الزيتون، حوالي كده معلقتين. ولا هستخدم زيت ولا هستخدم سمنه ولا هستخدم اي حاجه. وصفه صحيه جدا. والمفاجاه بقى اللي انا هسويها في الفرن كمان. بصوا بقى، عشان كده البتنجان ياخد ويدي كده مع كل المكونات الحلوة دي، يا سلام لو سبتها بقى في التلاجة حوالي ايه نص ساعة، هتلاقوا البتنجان شرب من كل ايه التتبيلة اللي انا عملتها له. هبدأ كده بعد النص ساعة ما عدت، هبدأ كده اخد البتنجان بتاعنا وافرده على صينيه. وعندي بقى الفرن تكون متسخنه على درجه حراره 180. هبدا كده ادخلها. بصوا يا جماعه، بعد حوالي 10 دقايق البتنجان مع الخضار بدا يدبل معايا. هبدا كده اسيبه بقى شويه كمان، واعمل شويه طحينه. عندي طحينه حطيت لها شويه ميه وشويه ملح وشويه كمون وشويه خل. بس كده هبدا بقى اقلبها، وكده الطحينه جاهزه. تعالوا بقى نشوف الفاهيتا. طب اسالكم سؤال اشوفكم مركزين ولا لا. انا حطيت حاجه في الفاهيتا بتاعتنا علشان تدي مزازه. حطيت ايه؟ عصرت حاجه. عصرت ايه؟ لو مركزين اكتبوا لي. شايفين يا جماعه الفاهيتا شكلها وطعمها حلو على فكره، ريحتها حلوه جدا. طيب علشان بقى ايه اديها يعني طعم جمالي كده، حطيت عليها معلقتين من الطحينه، وحطيت كده شويه من ايه البقدونس. ويا سلام لو عندك فحمايه حطيها، هتدي يا جماعه طعم الشوي، وهتديها طعم حلو جدا 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 في الفاهيتا بتاعتنا. في ناس بتحط طماطم بس انا مش بحب احط فيها طماطم. هي كده حلوه بالخضار مع شويه الطحينه وشويه الايه البقدونس اللي انا حطيتهم. فضلوا بقى شويه. عملت السندوتشات الجميله، ممكن كمان اعملها بالمكرونه، هتدي طعم حلو جدا يا جماعه. خلي بالكم الوصفات بقى الصيامي والنباتيه بتاعتنا بتبقى طعمها حلو وجميل. النهارده عملت الفاهيتا الكدابه، وافتكروا ان انا ابانوب ومش كداب. لو الوصفه عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم.